22. الفقرة الثالثة تنص على أنه سيسن المجلس الوطني لتأسيس أيضا قانون ينظم القضاء ويقدم إصلاح المنظومة القضائية. وبالتالي يقول أنه ليس مجال هذا القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي أن ينظر في إصلاح منظومة القضاء الشاملة، ومن ذلك أن اللجنة نفسها في إطار الفصل 22 لم تصوت في آخر أعضائها على مسألة إلغاء بعض الفصول من القانون المؤلف في 1967 المتعلق بالقضاء. لابد من أن يحضر العدد من التوافق. سعينا في إطار اللجنة أن نعمل لقاءين مع رؤساء الكتاب، لقاءين هما حول نجمع فيهم معظم الآراء ونحدد فيه وجهات النظر. إن شاء الله الجلسة العامة تكون أيضا تتبنى هذه التوافقات يرضي جميع الأطراف، يكون مطابق للمعايير الدولية. نأمل أن المعايير الدولية بتطبعها هل هي تركيبة مطلقة أم تركيبة مرتقة؟ استقلالية القضاء، مسألة القضاء هل هو سلطة أم قطاع؟ نفس هذه المسألة حتى يكون اختيار مبني فعلا على قواعد علمية ومعايير دولية دقيقة. شكرا في حال فإن سيرسل المقررات بإضافة سيد المقرر عن النص تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. صافي بعد المدرسة بتاع السيد الرئيس اللي يعني حاولت يعني كل الإطار نحب نتأكد إنه أولاً المشروع الرجاء نقص شوية بالتشويش الجانبي، علاش باش نسمعوا بعضنا؟ المشروع اللي بيدينا هو ليس مشروع الحكومة، هو مشروع اللجنة. ووقنا معنا في المشروع السابق حسبنا الفصول وحسبنا النقاط فيه وناقشنا فيه فصلا باش خرجنا فيها